صاحب بالين كذاب. الكلمة دي ما طلعتش كلمة أفلام ومسلسلات وخلاص، ده في أبحاث كتير بتقول إن الإنسان اللي بيبقى مشتت نفسه في اتجاهات مختلفة أوقات كتير بيأثر على إنتاجيته وفاعليته عن الإنسان اللي بيبقى مركز في حاجة واحدة. طب ده إيه علاقته للمذاكرة؟ أوقات كتير وإحنا بنذاكر بنشتت نفسنا في إن أنا أقعد أشوف الملخص ده، أشوف الكتاب ده، طب ما أسأل فلان، أصل فلان قال لي معاه ملخص محاضرات ولا ملخص دكتور فلان ولا الأستاذ فلان. الحاجات دي بتأثر على إنتاجيتك وعلى كفاءة استيعاب مخك للحاجات المختلفة، وكمان بيضيع كتير من الوقت في ان انا اقعد ادور يا ترى انا هذاكر من احسن ملزمه فين. وكمان نوع من انواع التركيز وان انا ما اكونش صاحب بالين كداب. وقت المذاكره مهم قوي كمان ان انا ما شتتش نفسي بالموبايل وافضل ماسكه، ان انا اروح اشوف نتيجه الماتش اللي شغال دلوقتي عامل ايه، اروح طب اكل لي لقمتين ثلاثه، طب بالمره اطمن على حشائش السافانا اللي موجوده في سواحل البرازيل. لو تغلبت على كل الحاجات دي وركزت في وقت المذاكره، هو فعلا وقت المذاكره من غير قطعات ومن غير انتربشن، ده هيساعد ان الوقت الصغير اللي انا قعدته هطلع بيه بنتيجه كبيره جدا. اهم حاجه في الاخر تفتكر ان انت مش خارق للطبيعه ولا سوبرمان او سوبر وومن. المخ ما بيقدرش يستوعب حاجات كتيره في نفس الوقت، ولكن حاول في وقت المذاكره يكون فعلا هو وقت المذاكره.